السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة ميك اب بمنتجات مايت سينما من غير رموش ولا لينسز. ميك اب بسيط جدا بتريكات سهلة. هنبدأ دلوقتي بالفاونديشن. انا عندي فاونديشن شاو. الفاونديشن ده انا بحبه. هو عندي بعض التعليقات كده عليه، انه بينشف بسرعة، لازم البشرة تبقى مترطبة، مش عايز بشرة جاف، عايز بشرة مختلطة مايلة دهنية او دهنية، هيبقى جميل معاهم، بس برضه يبقوا مرطبين كويس. التكنيك بتاعي ان انا بحط الفاونديشن كأني بحط كونتور او بنضف كونتور، بطريقة ان انا اسحب بيها وشي. ابتديت احط كمية مناسبة، لا هي كتير قوي ولا هي قليلة قوي. انا مش هحط كونسيلر خالص ولا هفتح باي حاجة، هنستخدمه كده كونتور بطريقة حلوة. منها ان احنا نعمله كونتور، منها ان احنا يعني ما نبقاش عايزين نبقاش عايزين كونسيلر. يعني نعمل ضي بيه. هنعمله ده بالكونتور النهارده بمنتجات مايت سينما او بالباليت اللي معايا من مايت سينما، هتشوفوها معايا. ابتديت ان انا ادمج بطريقه الطبطبه، مش بمسح نهائي، مش بمسح الوش نهائي، عشان الوش هيبقى محبب كده ومش حلو. اطبطب. بصوا بقى الميك اب جميل وجلوي ازاي، الفاونديشن جميل ازاي، عشان انا بشرتي مناسبه لنوع الفاونديشن. ابتديت دلوقتي بقى ان انا هعمل اثبت وشي كله بالباليت دي. كونتور مايت سينما اللي هو الاتنين في واحد، اللي هو الباودر والكريمي، في كمية درجات رهيبة. عندي فيها عيوب ومميزات، ممكن هنعمل ريفيو مفصل عن منتجات مايت سينما. ده كان توتوريال الميك اب، لكن الشرح نفسه ومميزات وعيوب هعمله في فيديو منفصل عشان نستفاد من الميك اب. اخدت من الباودر بسبونج، واول حاجه اتاكدت ان انا تحت عيني مش مخطط، وقمت مثبته. ابتديت اثبت، بمسك الفرشة من نصها او من الاخر، من الاخر احسن عشان ايدينا تبقى اخف. ابتديت اثبت تحت عينيا بعد ما اتاكدت ان مفيش حاجه مخططه جنب شفايفي. الحته دي بتخطط جامد جدا، وطبعا عند القوره الحته دي بتخطط، فتاكدت ان هي مش مخططه وثبت. ابتديت اثبت طبعا منطقة القورة، لأن منطقة القورة والجنب يعني جنب الشفايف كده وبين الأنف، دي من الحتت اللي بتشقق بسرعة، فلازم تتثبت بطريقة كويسة. ابتديت دلوقتي اثبت. التكنيك ده ان انا بثبت بالطبطبة، مش بتك قوي عشان البشرة ما تبقاش ايه، يعني الباودر ما يلزقش في الفاونديشن، يبقى كيكي شوية. لا، بخلي ايديا خفيفة. كده انا ببص لقيت بشرتي تمام، جميلة جدا، لسه فيها لمعة صحية كده، جلوي من الفاونديشن. بفنش البشرة. دلوقتي هبدأ في كونتور النوز. هستخدم الدرجة دي بتبقى كويسة معايا، وكمان الدرجة الرمادي بتبقى جميلة جدا، بتدي فينش بروفيشنال اوي للوش. هستخدم الدرجة دي للنوز. الطريقة ازاي او كونتور للنوز، لو نوزك عريضة شبهي كده في الشكل عامة. انا بمشي في العظمة بتاعت النوز كده، من يعني بحط ايدي اول ما اوصل للاخر بقوم حاطه الكونتور. طبعا زودي براحتك، قللي براحتك، يعني في الاول كمبتدئه براحتك، كده كده هنصححه وهوريكي هنصحح ازاي. ببتدي ان انا احط خط بالطول كده، امشي على العظمه بالظبط، احاول ان أنا امشي على العظمه ما بتطلعش بره، لو طلعت بره عادي هنصححها. بس يعني انتي بتتخيلي شكل النوز بتاعتك بالكونتور. طبعا بصوا الكونتور سهل وبيرسم في دقيقه. انا ما رضيتش استخدم الكريمي عشان ما يبقاش صعب. بصوا البودر جماله جميل جدا. بصوا، يعني عامل خط شارب كده وما كتلش، ما دخلش في الفاونديشن وعمل شكل كيكي ابدا، كان شكله جميل جدا. طبعا في اختلاف زوايا، مثلا الاضاءة في حتة غير حتة، ممكن تلاقوا انه لا، في حاجة في بروز مثلا باينة في جزء ومش جزء. لا، الكونتور او اي حاجة في الدنيا ما هي الا يعني باودر بيتحط على الوش. اوعى تستنوا منه نتيجة احترافية. مفيش ميك اب ارتست بتصغر بتصغر النوز بالطريقة اللي انتوا متخيلينها، استحالة. دول بيبقوا برامج. عايزة تتأكدي ان الميك اب ارتست بتاعتك شاطرة، روحي مرة من غير يعني قبل ما تحجزي، شوفي العرايس بتاعتها
على الحقيقة، لأن طبعًا ما فيش makeup artist مش هتلعب في الصور بتاعتها، لازم هتلعب عشان تجذبِك، أما يعني ده بقى شغلة ماركتينج وشغلة تسويق وشغلة خداع ليكِ عامةً، إن أنتِ بتقولي الله بُصي النوز بتاعتها بقت صغننة إزاي، ما فيش الكلام ده، ما هي بتاعتِك هتغيّرها إزاي هي يعني زي ما نقول خلقتِك هنغيّروها إزاي؟ الmakeup ما هو إلا إن إحنا بنبرز حاجة في جمالنا، بنداري عيب مش عاجبنا. بس يعني ده غرضه. طبعا بقى لوكات والوان وحركات ده كله عشان نبرز جمالنا مش اكتر. وكل بشرة ليها كونتور معين وليها طريقة معينة. ابتديت طبعا انا اعمل كونتور الخد. انا ضميت شفايفي لقدام، ابتديت احط على عظمة منزلش تحت اوي عشان ما اخليش الوش كأنه يعني عريض اوي او تخين. ابتديت احط الكونتور لفوق شوية عشان يسحب معايا الوش. ابتديت طبعا ان انا احط الكونتور عند اللغد، وفوق انا قلتي صغننه خالص فمش يعني مش بحب احط عليها كونتور ياما، لكن عندي لغد متوسط مش كبير قوي مش صغنن قوي. فبحب يعني ان انا اديله ايحاء ان هو صغير كده، يعني اللي هو امشي كونتور. انا بحب العب بالكونتور جدا، بس طبعا عشان انا عندي مناسبه مش العروسة مش هتعمل يعني ميك اب تقيل وكده، ولا هتلبس فستان مثلا منفوش وكده. فانا كنت عارفة منها لان هي صاحبتي، فانا حبيت اعمل حاجة بسيطة خالص يعني لا تذكر، وكمان ملعبش في الالوان اللي هي تلعب فيها خالص، لان يعني بنحاول ان العروسة تبقى ليها طلتها. بوريكوا الكونتور هنا الجزء للأسف اتمسح من عندي، بس هنا انا كنت بوريكوا ازاي هننضف الرسمة. في لون هتحسوه ابيض او في الكاميرا ممكن يبقى لونه ابيض. ابتديت ان انا ارسم بيه، بس عملت بيه خط شارب ازاي. رفعت بيه الخد جدا. بجد اللون يعني بيرفكت. هو لونه في الباليت ابيض، بس لما تيجي تحطيه على وشك بجد هيبقى لونه جميل جدا. ابتديت ان انا في فرشة فاضية تماما ادمج او اشيل الباقي من البودرة، وكمان اعمل ميكس كده لوشي، ادخل الكونتور مع البودرة مع الفاونديشن، ان انا امشي على وشي كله بالفرشة كده لحد ما الاقي ان الوش كله بقى مية واحدة وبقى جميل جدا. طبعا الريفيو عن الباليت بتاع الكونتور مايت سينما الكريمي والبودر هعمل لكم عنها ريفيو كامل مفصل، عيوبها ومميزاتها كل حاجة عنها. طبعا هستخدمه دلوقتي الباليت بتاعت مايت سينما بتاعت الكونتور اللي اسمها بينك فانسر. الباليت دي يعني عشقي بجد. هبتدي دلوقتي ان انا اوريها لكم، بس درجاتها في كمية درجات تحفة خطيرة، في طبعا حجم اكبر بس دي خطيرة فيها درجات ياما. طبعا هبتدي اتأكد ان انا عينيا مش مخططة، وهبتدي استخدم لون انتقالي. اللون ده يعني هو مش يعني هو برتقاني كناري كده حاجة في الرينج ده. ابتديت بس ان انا احبيه الجفن كلون على الجفن المتحرك، بس ان انا اوزعه على الجفن كله عشان انا عايزة اغمقه بدرجة تانية يعني تدي لون بس ما تبقاش قوية. ابتديت بقى ان انا اسحب بالعين شوية بالاي شادو اللون يعني على الجفن اغمق سيكة من الباليت، ولكن انتي لو عايزة تظهري اكتر اللون ممكن تحطي لون كونسيلر فاتح هيظهر معاكي اللون جدا. انا ما كنتش عايزه اعمل ميك اب تقيل، انا كنت عايزه بس اسحب العين شويه واديها ضي او اديها لون معين. ابتديت دلوقتي ان انا اختار لون بني هبتدي احطه. بصوا الكورنر بتاع العين او المسافه اللي بين الجفن المتحرك والجفن الثابت هبتدي احط اللون ده. بعد كده ادمجه. استخدمت الفرشه دي من الطقم اللي لو عايزين اسمه الفرش اللي فيه هعمل لكم عنه ريفيو كامل، بس قولولي ان انتوا عايزين ريفيو عن الفرش وانا هعمله لكم. ابتديت بصوا احط في منطقه معينه كده في الفاصل اللي بينهم، وادمج على فوق وادمج على تحت، بس لازم اعمل زي كسرة بينهم او اعمل فرق بينهم عشان اللون يبقى واضح ان فيه تدريجة الوان كده. وانا كمان عايزة اسحب العين فسحبتها لفوق. تركة بقى لازم تعملوها. لازم اللون الاي شادو اللي هتحطوه فوق تحطوه تحت، بجد بيدي سحبة للعين، وهتخلي عينك كأنك حاطه كحل كده من السحبة اللي فيها وجمالها. انا ما حطيتش كحل خالص، بس بجد لما تحطي الاي شادو تحت العين بيدي سحبة جميلة جدا وايحاء كده بكحل، وانتي اصلا مش هتبقي حاطه كحل. بصوا جمال العين وسحبتها. ممكن الكاميرا متبقاش مبينة قوي، بس بصوا انا خلصت العينين كده وجيت اوريكم بجد بتدي
يعني سحبة جميلة جدا. انا نضفت تحت الاي شادو كده بنفس لون الباودر الفاتح اللي هو قالب على الابيض في البلد. تعالى نحط المسكرة سوا. دي مسكرة ان. آه يعني هي كويسة، قوي ووحشة قوي. ازاي؟ هي كويسة للمناسبات جدا، ومش بتهبب ومش بتعمل اي حاجة في المناسبات بس. انما لو عايزة بقى تستخدمي مسكرة يومية، لا مش هتبقى دي نهائي، هتوقعلك رموشك لانها ووتر بروف. والماسكارا لما تبقى ووتر بروف يعني بلاش نستخدمها دايما لان هي بتنشف قوي. بتبقي عارفه انت عايزه يوم فيه ايه، شتا وبرق ورعد عشان تستخدميها، بس بتدي افكت وسواد للعين خطير. بس انا كاني حاطه كحل حرفيا، وانا مش حاطه ولا نقطه كحل في عيني. بس العين وجمالها. طبعا ممكن اللي في الكاميرا بيبقى افتح سيك، حطيت لون الروج ده بس ما حسيتهوش مع اللوك، او مش عارفه الكاميرا ما كانتش مدياني ان هو درجه كويسه، مع انه في المرايه كان جميل جدا. فقلت لا، انا هغير درجه الروج دي. هحط الدرجه اللي انا حطاها دي نفس درجه الروج، ولكن حطيت عليها لون تاني. كان اللون ده النبيتي الاولاني، بقى حطيت عليه درجة تانية كده هوريها لكم. الدرجة دي انا بسميها السحر، بحطها على اي روج بتديني درجة تالتة ودرجة جميلة جدا. بصوا شكل الميك اب وكماله. انا ما حطيتش على فكره بلاشر خالص. ده درجه الروج دي من ايفر بيوتي، اسمها 3 دي مات، جميله جدا، ودرجه اسمها 224. ابتديت دلوقتي بعمل تريكات كده. استخدمت انا عندي الهايلايتر ده بس اتكسر خالص مني، ابتديت احطه عند مجمع العين. بتدي ضي ايه ضي دي ضي كده جميل قوي للعين. انا عينيا حساسه جدا، فكل ما اقرب منها تدمع. لفة الطرحة دي وكان لفة طرحة كمان مميزين جدا، ينفعوا للمناسبات و... وينفعوا للسوري، وينفعوا كمان للنزول يومي. هعملها لكم في فيديو منفصل، هيبقى جميل جدا، وهوريكم ازاي تثبتوا الطرحة، وازاي شعركم ما يهش مع الوقت. هقول لكم التريكات دي في فيديو تاني، بس قولوا لي عايزين ولا لا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت حلو في الكومنتات. ابتديت بقى ان انا احط كده. انا بموت في الهايلايتر والكونتور، اديني هايلايتر والكونتور دايما هحط مش همسك ايدي. ابتديت احط في الخد بس بطريقه ان انا اسحب بيها وشي زي ما سحبت وشي بالكونتور. الخد سحبته. انا طبعا عملت طبع الحسن، هتحسوا في الاول ان انا تقلته بس هو بيخف مع الوقت. حواجبي ما جيتش جنبها الصراحه، سرحتها بس قبل الفيديو بجل صبور كده وقفتها. بصوا الميك اب. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو وكومنت حلو زيكم. باي باي.